سلام بنات، مرحبا بكم عندنا في درس اليوم. درس اليوم اللي هو غنديرو فيه ديغرادي عاديه، طريقه الفريق، كيفاش غندير نفرق، مناش غنبدا. كيف ما كتشوفوا هنايا انا حددت على الحاجب، النص ديال الحاجب هو اللي كندي فيه لا فرونش، الفرقه ديال لا فرونش. كنحاول انني نعطي لا فرونش فرقه على شبه كاري، علاش؟ باش تجي لا فرونش بالايي. وطبعا هنايا كنحترموا طلب الزبون. الا الزبونه قالت لي لا ما بغيتهاش كثيره، كنحاول نقص من هذيك لا فرونش، العبار ديال لا فرونش. اما الا قالت لي لا انا بغيتها تجيني عامره لا فرونش وتغطي لي الجوانب، فانا كنضطر نفصلها على طريق كاري. كيف ما شفتوا هنا الفريق الامامي على 3، كندير لا فرونش بوحدها لي كوتي. هنا الطريقه ديال الفريق الشرح ديالها راه مبسط. كيف ما شفتوا هنايا انا غادي نوصل ضروري ما نسرحوا، وغنوريكم الطريقه ديال الفريق. هنا غادي نفرق على 3. طبعا عندي وسط الراس، وعندي لانيك، وعندي الجوانب بجوج. غنفرقوا وغادي نبداو بالوسط، نبداو بوسط الراس. طبعا هنا الزبونه كنسولها كنقول لها واش بغيتي ديكرادي على طولو او بغيتي ديكرادي قصيره. اذا كانت هي قالت لي انا بغيت ديكرادي على طولو، فانا اكيد كنعرف كليانه انها ما بغاتش شعرها يقصر بزاف، فكناخذ من لانيك وكناخذ من لوتكس. لانيك او من الفوق يعني لاطيت او لاتكس. خدينا من لانيك باش غناخذوا العبار ديال الفوقاني اللي غتكون اخر درجه. طبعا طريقه ديال لاكوب سهله بزاف، واسهل القصات او اسهل القصات هي كوب ديغرادي. هنا طريقه الفريق كيف ما باينه او كيف ما بينا لكم. طبعا هذه المانكا كنحاولوا غنبسطوا فيها، اما في الاصل راه خص ضروري يكون الشعر فازق. انا هنا عاود حليت الشعر غير طريقه الفريق اللي بينت وضحت هنايا، وعاودت فرقت من جديد الجوانب وفرقت لكم لا فرونش. تنبغي نوضح هنايا للمبتدئات ان التقطاع غير عبار، يعني التقطاع غير عبار، بالاخص كوب ديكرادي كيف ما قلنا هي اسهل كوب في الكوبات هي كوب ديكرادي. غنبدا هنا طريقه ديال التقطاع كيف ما شفتوا هنايا وكيف مبين. غادي نهز من التحت وغنعبر الفوق. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الدرس ديالي او الدروس اللي كنحط لكم، فهي طبعا دروس مميزه. هنا انا هزيت من لانيك وهزيت من لوتكس، خديت العبار. طبعا كنت كنصور انا كنصور بوحدي فما باينش كلشي مزيان. غادي نقطع على حد العبار اللي عندي لتحت، وبهذاك العبار غناخذ العبار. تما هنايا انا ما كنقطعش، انا كنعطي غير الحركه باش توصل الفكره للمبتدئين او المتدربات.